ايه يا جدعان عاملين ايه؟ تخيل معايا كده انت عالم اثار جامد وسمعت عن هرم مفقود في مصر محدش وصله قبل كده، بيقولوا مرتبط بإله قديم ومهم زي اوزوريس. حلم حياتك طبعا، وفعلا بعد تعب ومجهود تلاقي الهرم ده مستخبي تحت الرملة. شعور لا يوصف، صح؟ طب تخيل بقى انك اول ما تدخل تكتشف ان ده مش هرم كنوز زي ما كنت فاكر، ده طلع سجن معمول عشان يحبس حاجة قديمة ومرعبة. ده بالظبط اللي حصل في فيلم المغامرات والرعب بتاع النهارده، بريزونر اوف ذا سان، او زي ما بيقولوا عليه ساعات داون اوف ذا مومي. فيلم هياخدك في رحلة جوه هرم مش هتتمنى تكون فيه. يلا بينا نشوف ايه الحكاية. الحكاية بتبدأ مع مجموعة علماء آثار ومعاهم طلبة متحمسين، على رأسهم بروفيسور تقيل كده وخبرة اسمه هايدن. المهم الرحلة دي متكلف عليها جامد من واحد غني بس غامض اسمه سان خال. هدفهم واضح، يلاقوا الهرم المفقود بتاع اوزوريس ده. وبعد بحث وتنقيب بيلاقوه هرم شكله مختلف وغريب ومحدش كان يعرف مكانه خالص. الدنيا حلوة لحد دلوقتي والحماس واصل السما. الفريق طبعا بيدخل الهرم قلبهم بيدق من الإثارة، بس يا فرحة ما تمت أول ما رجليهم بتعدي البوابة بيكتشفوا إن الهرم ده عبارة عن مصيدة كبيرة، فخاخ بقى من كل شكل ولون، سيوف بتنزل من السقف، ارضيات بتقع، ممرات بتتقفل، حاجات معمولة مخصوص عشان اي حد يفكر يدخل ما يعرفش يوصل لقلب الهرم، والاهم ما يعرفش يخرج تاني. اللعب ابتدى يقلب جد، وهم ماشيين بحذر وبيحاولوا يعدوا الفخاخ دي بيبدأوا يبصوا على النقوش والرسومات اللي على الحيطان، شغل هيروغليفي اصلي. ومع الترجمة وفك الشفرات بيكتشفوا الكارثة الحقيقية. الهرم ده مش مقبرة ملك ولا فيه كنوز ولا ذهب، لا ده طلع سجن متصمم بأعلى تقنيات الفراعنة عشان يحبسوه جواه كيان قديم قوي وشرير جدا، الإله أوزوريس نفسه، أو يمكن نسخة منه شريرة ومنتقمة. الآلهة التانية قررت تحبسه عشان ما يأذيش العالم. يعني هما مش اكتشفوا كنز، هما فتحوا باب سجن كان مقفول بقاله آلاف السنين. وطبعا زي أي فيلم رعب محترم، بمجرد ما أبطالنا دخلوا ولعبوا في الأمان بتاع السجن ده، الكيان المحبوس ده بيصحى. اوزوريس او الحارس بتاعه ايا كان بيقوم من نومته الطويلة وهو مش طايق نفسه، وبيبدأ بقى مهرجان الرعب الحقيقي. الكائن ده بيبدأ يطاردهم جوه ممرات الهرم الضلمة، وبيستخدم قوة خارقة وبيشغل فخاخ زيادة. الهرم بيتحول لمتاهة موت حرفيا، وكل هدفهم دلوقتي مش الخروج بالكنز، لا الخروج بروحهم. خلاص العلم والاكتشافات بقوا كلام فاضي، المهم دلوقتي النجاة. الأعضاء اللي لسه عايشين من الفريق لازم يستخدموا كل ذكائهم ومعلوماتهم عن الآثار المصرية عشان يفهموا نقطة ضعف الكائن اللي بيطاردهم ده، أو يلاقوا طريقة يهربوا بيها من الهرم قبل ما يخلص عليهم واحد ورا التاني. ممكن كمان يكون في عامل وقت، زي مثلا نجوم معينة هتتجمع في السماء وهتخلي أوزوريس ده أقوى، فلازم يهربوا بسرعة قبل ما الكارثة تكمل. في الآخر الناجين القليلين دول بيوصلوا لمواجهة أخيرة مع الإله أو الحارس ده، بيحاولوا يا إما يقضوا عليه أو يلاقوا طريقة يقفلوا عليه السجن تاني، وطبعا ده ممكن يكلفهم تضحيات غالية. في النهاية كام واحد بس بينجح يهرب من الهرم في اللحظة الأخيرة. ممكن الهرم يكون بيقع أو بيتقفل عليهم، بيطلعوا للعالم تاني، بس طبعا مش زي ما دخلوا، بيطلعوا مصدومين مجروحين وشايلين معاهم سر الرعب اللي شافوه جوه الهرم الملعون ده. باختصار يا جماعة، فيلم بريزونر اوف ذا صن هو فيلم مغامرات ورعب واخد فكرة المقابر الملعونة الكلاسيكية وبيلعب عليها. فريق بيدخل مكان غلط في وقت غلط وبيصحوا شر قديم وعليه بيدفعوا الثمن. طيب قولولي بقى في الكومنتات، لو كنت مكان واحد من الفريق ده كنت هتعمل ايه اول ما تكتشف ان ده سجن مش كنز؟ هتكمل ولا هتجري؟ تفتكروا فعلا ممكن يكون في اماكن اثريه قديمه زي دي لسه محدش اكتشفها ومخبيه اسرار مرعبه؟ ايه رايكم في الافلام اللي بتربط الاثار المصريه القديمه بالرعب والقوى الخارقه؟ بتحبوها؟ مستني رايكم تحت. لو فيديو عجبكم ما تنسوش احلى لايك وشير، ولو لسه ما اشتركتش نورنا بالسبسكرايب وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. اشوفكم الفيديو الجاي.